كتير مننا أول ما بتيجي سيرة المذاكرة بيحس بتقل وملل، كأنها واجب مفروض علينا وخلاص. بس النهاردة الموضوع هيختلف تماماً. إحنا هنبص للمذاكرة دي بمنظور تاني خالص، وهنحولها من معركة خسرانة للعبة ليها قوانين، ولو فهمناها صح هنعرف نكسبها. خلينا نبدأ بسؤال مباشر كده وصريح. هو احنا فعلا بنكره المذاكرة نفسها؟ الأغلب إن المشكلة مش في فعل المذاكرة، لكن في الإحساس اللي بيجي معاها، إحساس الملل والزهق اللي بيخلي الدقيقة كأنها ساعة. والسيناريو ده كلنا عشناه. بنبدأ بكل حماس الدنيا و10 دقايق بالظبط ونلاقي إيدينا راحت على الموبايل، التركيز بيطير، ويبدأ بعدها الإحساس بالذنب. وهنا بقى مربط الفرس. المشكلة مش فينا، المشكلة في الطريقة اللي بنستخدمها. لو الطريقة نفسها غلط طبيعي النتيجة هتكون إرهاق وملل، يبقى لو غيرنا الطريقة النتيجة كلها هتتغير. طيب بما إننا اتفقنا إن المشكلة في الطريقة، يلا بينا نفصصها ونشوف إزاي نصلحها. أول حاجة محتاجين نغيرها هي عقليتنا عن المذاكرة نفسها. الجملة دي مهمة جدا ولازم نستوعبها. الفكرة مش في عدد الساعات اللي بنقضيها على الكتاب، الفكرة في جودة الطاقة والتركيز اللي بنستثمرهم في الساعات دي. الطالب الشاطر هو اللي بيعرف يدير طاقته مش وقته بس. بصوا معايا كده على الفرق ده عشان هو ده الخلاصة. ساعة واحدة بس بتركيز كامل ممكن تطلع منها بنتيجة ال5 ساعات المتقطعة دول. الفرق مش بس في الإنجاز، لا، الفرق كمان في الإحساس. في الحالة الأولى بنطلع بثقة وتقدم، وفي التانية بنطلع بإرهاق وذنب. المعادلة واضحة، العبرة بالجودة مش بالكمية. طيب قبل ما نبدأ أي حاجة لازم نتأكد إن الآلة بتاعتنا اللي هي مخنا جاهزة تشتغل بأحسن كفاءة، زي أي مكنة محتاجة تحضير وتجهيز. تخيلوا التلاتة دول كأنهم تروس في مكنة واحدة. لو ترس واحد منهم مش شغال كويس المكنة كلها بتقف. النوم والأكل والتركيز كلهم مرتبطين ببعض بشكل مش طبيعي. ودي بقى خطة ذكية جدا، فكروا فيها كده. معظم الامتحانات بتكون الصبح. لما نعود مخنا إنه يكون في قمة تركيزه ونشاطه في الوقت ده بالذات، يبقى كأننا بنمرنه على الماتش النهائي. عشان كده النوم بدري والصحيان بدري مش رفاهية، دي استراتيجية عشان نكسب. وكلنا طبعا جربنا الإحساس ده، إحساس التوهان والكسل اللي بيجي بعد أكلة دسمة. ده اللي بيسموه هبوط الطاقة. عشان كده بدل الأكل التقيل اللي بيسحب من طاقتنا، الأفضل نختار أكل صحي يدينا وقود نكمل بيه، زي الفاكهة والبروتين. تمام، جهزنا نفسنا. دلوقتي لازم نجهز المكان اللي هنذاكر فيه. البيئة اللي حوالينا ليها تأثير نفسي قوي جدا على قدراتنا على التركيز. المخ بتاعنا ذكي جدا وبيربط الأماكن بالوظائف. السرير معناه نوم واسترخاء. لما نخصص مكان واحد بس للمذاكرة زي مكتب مثلا، مع الوقت مخنا أول ما بنقعد في المكان ده بياخد إشارة أوتوماتيك، يلا ده وقت التركيز. ده بيوفر علينا مجهود كبير كنا هنضيعه في مقاومة النوم. ودي حيلة بسيطة بس مفعولها سحري. لو حسيت إنك خلاص فصلت والملل بدأ يتسلل، ببساطة قوم غير مكانك، روح ذاكر في أوضة تانية أو في البلكونة. التغيير البسيط ده بيعمل ريستارت للمخ وبيجدد النشاط. دلوقتي احنا جاهزين من كل ناحية، جهزنا نفسنا وجهزنا مكاننا. يلا بينا ندخل على التقنيات العملية اللي هتغير شكل المذاكرة خالص. الخطة الذكية بتتلخص في ال3 محاور دول، كل واحد منهم بيكمل التاني عشان نوصل لأحسن نتيجة بأقل مجهود ممكن. بدل ما نفضل قاعدين بالساعات لحد ما نفصل خالص، الأحسن نقسم الوقت. نذاكر بتركيز كامل لمدة 50 دقيقة مثلا، وبعدها ناخد 10 دقايق راحة بجد نفصل فيها تماما. ال10 دقايق دول مش وقت ضايع، دول شحن البطارية اللي هيخلينا ندخل الجولة اللي بعدها بتركيز أعلى. نيجي بقى للقاعدة العبقرية دي. قاعدة 80-20 بتقول إن 80% من النتائج بتيجي من 20% بس من الأسباب. وفي المذاكرة ده معناه إن 20% من المنهج بيجي منه 80% من الامتحان. طب نعرف ال20% المهمين دول إزاي؟ ببساطة من امتحانات السنين اللي فاتت. لما نركز طاقتنا على الأجزاء دي يبقى ده تركيز ذكي. إننا نقرأ الدرس 20 مرة ده مش مذاكرة، ده اسمه تضييع وقت. المذاكرة الحقيقية هي إننا نختبر نفسنا. بعد ما نخلص جزء نقفل الكتاب ونسأل أنا فاكر إيه؟ ليه الطريقة دي فعالة؟ لأنها بتجبر المخ إنه يبذل مجهود عشان يسترجع المعلومة، والمجهود ده هو اللي بيحفرها في الذاكرة. مخنا بيفتكر القصص والصور أسهل بكتير من المعلومات الجافة. فن الاستذكار هو إننا نلعب على النقطة دي، بنحاول المعلومات الصعبة لحاجة ليها معنى أو قصة أو كلمة سهلة نفتكرها. والمثال ده بيوضح الفكرة بالظبط. بدل ما نحفظ 3 أسماء ممكن نتلخبط فيهم، ممكن ببساطة ناخد أول حرف من كل اسم ونكون كلمة سهلة زي مكة. وقت الامتحان مجرد ما نفتكر كلمة مكة هنلاقي الأسماء ال3 طلعت لوحدها. كده حولنا الحفظ من مهمة تقيلة
لحاجة فيها إبداع. طيب، كل الخطط والتقنيات دي ممتازة، بس عشان تجيب نتيجة حقيقية لازم تتحول لعادة، حاجة بنعملها كل يوم بشكل تلقائي من غير تفكير ومقاومة. كل الكلام ده جميل قوي، بس ازاي نخليه يستمر؟ هنا بتيجي أهم خطوة. السر كله في إننا نبدأ صغير. بجد، ابدأ بنص ساعة بس، خليها عادة مربوطة بحاجة بتعملها كل يوم، زي إنك أول ما تخلص فطار تقعد تذاكر. وأهم حاجة، كافئ نفسك بعدها. لازم مخك يربط المذاكرة بحاجة حلوة. شوية بشوية هتلاقي الموضوع بقى تلقائي، جزء من يومك من غير ما تفكر فيه. في النهاية، إحساس الملل والزهق من المذاكرة ده مش معناه إن في حاجة غلط فينا، ده مجرد إنذار إن الطريقة هي اللي غلط. لما نتعامل مع المذاكرة كأنها لعبة ليها استراتيجيات وقواعد، بنقدر نتحكم فيها ونحول إحساس الإرهاق لإحساس بالإنجاز. جربوا تغيروا الطريقة وشوفوا النتيجة بنفسكم.